اهلا بيكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. ولأول مرة تشوفوني انا اسمي سامية، واشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير. وتعالوا معانا، جايبالكم النهاردة وصفة جميلة قوي وسهلة واقتصادية وموفرة جدا. وتعالوا نشوفوا دي هنعملها ازاي، القطايف الجميلة. اول حاجة هنعملها، هنعمل الشربات. هنجيب كوباية سكر، وهنحط عليها نص كوباية مية، وهنرفعها على النار. وما تقلبيش زي ما احنا متعودين، ما نقلبش الا لما السكر يغلي ويدوب. وبعد كده لما داب هنحط معلقة ليمون. شايفين لونه بقى حلو ازاي وما بيعملش ريم؟ علشان ما بنقلبهوش في الاول. وتعالوا معانا المقادير: كوباية ونص دقيق منخول، ومعانا كمان ربع كوباية سميد ناعم أو خشن حسب اللي موجود عندك. ومعانا كمان معلقة سكر، السكر بيخليها طرية، ونص معلقة خميرة، وأقل من نص معلقة بيكربونات صوديوم، ورشة ملح. وهنقلب كل المكونات الناشفة دي مع بعضها بالشكل ده. وبعد كده هنحط المكونات الناشفة دي على جنب. وتعالوا نجيبوا الخلاط، وهنجيب معانا كوبايتين مية دافية، وهنحط فيهم جزء من الدقيق، مش هنحط الدقيق كله مرة واحدة. وهنضربهم في الخلاط لحد ما يختفي الدقيق بالشكل ده. وبعد كده هنجيب الجزء التاني بقية الدقيق وهننزله، وهنضربه برضو في الخلاط. بس تبقي توقفي شوية، وبالسباطلة تقلبي من الجناب ومن تحت عشان ما يبقاش فيها دقيق. شايفين شكلها؟ وهنسيبها لمدة ربع ساعة. شايفين بيبقى السمك زي ده؟ شايفين عامل ازاي؟ خفيف اهو. وعبال ما تعدي الربع ساعة تعالوا نعمل الحشوة. معانا معلقتين جوز هند كبار، معلقتين سكر كبيرة، عندنا الجبنة اللي هي كريمة تشيز نص باوند، او تحطي جبنة مثلثات او جبنة كيري، اي جبنة تكون كريمي عندك. ودلوقتي تعالوا نعمل القطايف بتاعتنا، ولازم تجربي الاول واحدة. شايفين شكلها عامل ازاي؟ شوفوها، تكون خمرت، تكون تخينة، تكون رقيقة، وتظبطي. انا بعمل مقاسين علشان افرق الحشوة من بعضيها. شوفوا عمل لنا قد ايه، كوباية ونص دقيق. شايفين قد ايه؟ اقل من ربع كيلو دقيق، عمل لنا كمية هايلة يعني. وتعالوا نحشي. هنقفل نص واحدة القطايف دي اللي بنقول عليها عصافيري، وهنحط فيها الجبنة وفستق مجروش او سوداني مجروش، وهنغمسها فيه بالشكل ده. وتعالوا نعمل شكل تاني. هناخد برضو الجبنة اللي هي بالسكر وجوز الهند، وهنقفلها بالشكل ده. دي هتتقلى، اما العصافيري ما بنقليهاش. وتعالوا نعمل نوع تاني من الحشو: سوداني، جوز هند، زبيب، اللي موجود عندك استخدميه. نعمل نوع تالت اللي هو بالجبنة الموتزاريلا، وممكن تستخدميه في حشوات حادقة. وبنضغط بالشوكة كده علشان يديها شكل حلو، وعلشان ما تفكش مننا. شايفة شكلها جميل ازاي؟ ويكون الزيت عندنا سخن قوي، ونيجوا منزلين القطايف وموطيين الزيت على الحرارة على المتوسط، وهنقليها لحد ما يبقى اللون عندنا ذهبي. عندنا طريقتين للعسل. ممكن بتغطسيها في العسل وتطلعيها على طول عشان تفضل مقرمشة وما تشربش كتير، او بتحطيها وبترشي عليها زي ما بنرش على العصافيري بالشكل ده. العصافيري دي لو انت عايزاها محمرة يبقى هتحمريها قبل ما تحشيها، وبعد كده تبتدي تحشيها. القطايف بتاعتنا شايفين الجمال بتاعها؟ شايفين الشكل؟ وكوباية ونص بس عملوا لنا كل ده. بس طبعا كلنا دقنا قبل ما نصور. وعاملينها بثلاث اشكال: بالجبنة وجوز الهند والسكر، وبموتزاريلا، وبمكسرات. وانتي اعملي اللي يعجبك. وتعالوا بينا ندوق الجبنة الجميلة دي اللي هي العصافيري دي اللي ما بتتقلاش. بصوا شكلها جميل ازاي.
تحفة بجد، تحفة بجد بجد، ملهاش حل. بجد بجد طعم وريحة.